واللي يقول لك ريحه بقك بصل قول له حصل، بس هنكر. في ظرف نص ساعه هتاكل احلى عدس من بلاد الهند والسند، بس في صومعه الجرح. فكان عادة قبل ما نبدا بندعي لامواتنا بالرحمه وبنصلي بينا على نبينا ويلا بينا. العدس الباكستاني يدفي برد الليالي والكميه على كيفك يا غالي، اما بالنسبه لي فيا دوب كوبايه تكفيني وتكفي الطاجن اللي في بالي. هناخدها غسله سريعه كويسه ونسيبها في الميه تتنقع خمسايه، وهنحتاج معانا طماطميتين على بصله على زنجبيل بس فريش. هناخد منها جزء ونقشرها عشان هنحتاج نبشرها، وبما اننا هنبشرها فهنبشر بالمره معاها فصين من الثوم. هنستخدمها في الاكله بس وقت اللزوم، اتك على الصبر احنا لسه بنسخن يا دوب. وبالمره بقى نقطع البصله لمكعبات بس حجم صغير كانه مفروم. وفاكرين الطماطميتين اللي قلت لكم عليها هنديها في الكبه ضربه سريعه، بس يسمع مني نصيحه ما تغلطش غلطتي، افصل الطماطم عن قشرته عشان ما تلزقش في حنكك وانت بتدوق الحلو، او انك تفضل مشغل عليها الكبه لحد ما تطلع عين اللي جابه ابوه. وهنا بقى دخلنا في مرحله البوتاجاز، هنشغل النار على طاستنا الحلوه وحبه زيت كالمعتاد، هننزل عليهم بمعلقه كمون بس خشن على رشه كاري يا فخم، تقليب بقى وتشويح على الهادي شمال في يمين، وانزل عليهم بمكعبات البصل المزهزهين وتكمل تقليب لحد ما يكرمل معاك ويدوب في هواه. هنا بقى جه دور الزنجبيل والثوم المفروم، نزلهم ودوبهم يا محطم القلوب. ولو ما بتحبش الحار يبقى حبه صغيرين من الشطه يدوب عليهم رشه كركم وكزبره ناشفه، وكان بودي رشه جوز الطيب عشان الحياه تطيب، بس نظرا للتحريم مش هقدر، وكان بودي برضه احط وحوح حبيب قلبي، لكن للاسف معايا واحد هياكل ملهوش في الحار الكتير. اما الان حان وقت العصير، انزل بالطماطم المضروب وعليهم صلصه معلقتين وتقليب كويس وغطي عليه وسيبه 3 دقايق يتسبك بالكتير. وبعدها ينزل عليهم بالعدس اللي كنا سبق ونقعناه وتقليبه حلوه يمين في شمال، وينزل بميه سخنه لحد ما تغطي يا دوب، وغطي عليه تلت ساعه على نار هاديه على ما الحلو يدوب. وطبعا اساسي في اكلتنا شويه جرجير وبصل اخضر عشان الاكله تكمل، وبعد تلت ساعه افتح عليه واديها رشه ملح وكمون وقلب وانت كده في المضمون. نجري على طبقك او طنك وعبي وسمي الله، واكيد مش هننسى نزين الوش بحبه فلفل حار ونصلي على الحبيب المختار. عليه افضل الصلاه وازكى السلام. واللي يقول لك ريحه بقك بصل قول له حصل، بس هنكر. الكرش عايز يتدفى. طبعا الاكله دي عشان تتاكل لازم يكون معاها شويه بصل اخضر على فلفل اخضر على شويه جرجير على حاجات كده حبشتكنات تعلي المزاج، ويا سلام بقى لو في عيش محمص ملدن او ناشف عال. واكيد مش هننسى معاها كوبايه الشاي بالنعناع. قسما بالله يا احمد طعم طعامه، او انا اللي نفسي بالعدس، بس هي جميله جدا. لا 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 لا، ده عالي قوي. وفي الختام كان معتاد ما تنساش الفولو لايك والشير وتمنى لي من قلبك الخير. ولو بتتفرج معايا على اليوتيوب ما تنساش سبسكرايب، ولو بتتفرج على الفيسبوك ما تنساش الفولو لايك، وادعي لامواتنا بالرحمه وصلي بينا على نبينا الكريم في رعايه الله وحفظه. مساء الزبده ونسرها. هو عدس بس عدس متدلع قوي، شويه عدس باكستاني جاي لك مخصوص من بلاد الهند والسند يدفيك في ليالي الشتاء يا برنس. مساء الزبده عليه. لو حابب تتفرج اسحب الستوري ده لفوق، هتتفرج على الفيديو مباشره. مثل على نفسك.